المغرب القوي الحبيب إلى الله أكثر من المغرب الضعيف هو الذي ستصنعونه بأيديكم حضرات السادة. فسواء كانت نتيجة تدبيركم وتفكيركم ومداولاتكم، سواء كانت نتائجها آجلة أم عاجلة، فستكون تبعاتها عليكم وعلى المغرب الغد، ذلك المغرب الذي نريده قويا ليكون حبيبا إلى الله. حضرات السادة، المغرب القوي الحبيب إلى الله هو المغرب الذي سيمكن نفسه من حمل كتاب الله ورسالته وأخلاقه إلى غيره، ولن نحملها إلا بالعقل والتعقل والعلم والمعرفة والإشعاع الروحي والبشري والتسامح والتساكن. فنشر كلمة الله بالقوة وبالسيف فات عليه الأوان.